السلام عليكم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جايه لكم بقى بفيديو جديد، وان شاء الله فيديو كده جميل وهيعجبكم. شايفين بقى طاسة البيض القمر دي؟ البيض بقى على الطريقة التركية، وان شاء الله طعمه بجد خطير وهيعجبكم جدا. واي حد مش بياكل البيض ان شاء الله هياكله في الطريقة دي. يلا بقى نشوف عشان نعمل وصفتنا مقاديرها هتكون ايه. اول حاجة بقى كده معانا اصغر بصلة موجودة في البصل عندكم، هنقطعها ناعم بالشكل ده كده. ومعانا فص ثوم وفلفل اخضر واحمر، وممكن فلفل اخضر بس على حسب المتوفر عندكم. وثلاث طماطميات مبشورين ناعم بالشكل ده كده على المبشرة لحد ما القشرة تفصل عن اللحم. وكيس جبنة موزاريلا، ومعلقة بابريكا، ومعلقة فلفل اسود، ومعلقة ملح، وكمان مكعب زبدة حلو كده. يلا بينا بقى نسلق البيض بتاعنا. علشان بقى البيض يتقشر معانا بعد ما يتسلق بكل سهولة، هنضيف له معلقة ملح وهنضيف له خل. الخل والملح بيخلي البيض يتقشر معاكم بكل سهولة بالشكل ده كده يا حلوين. ما تنسوش بقى تضغطولي اللايك على الفيديو ده، وتقولولي كده رأيكم ايه في الكومنتات. وبشكركم جدا على كومنتاتكم الإيجابية اللي بتشجعني دايما وكمان بتسعدني دايما. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب يا حلوين. هقول لكم بقى على الطريقة الصح لسلق البيض، والوقت المحدد لسلق البيض بيكون ايه. اول ما البيض يبدأ يغلي معانا كده بالشكل ده، نحسب 8 دقايق بالظبط للبيض وهو بيتسلق بعد الغليان. يعني بعد ما يكون البيض غلى بالشكل ده كده نحسب له 8 دقايق ونطفي عليه النار، وبكده بيكون جاهز معانا. والصفار بتاعه يعني لما بياخد وقت طويل على النار بتلاقوا الصفار لونه اخضر كده. لا احنا مش عاوزين نوصل الصفار. يعني شايفين بقى اللون الجميل ده؟ كده السلق الصح اللي سلق البيض، الطريقة الصح. بعد بقى ما البيض اتسلق، قشرته بقى وقسمته نصين بالشكل ده كده. هنيجي بقى في طاسة على النار ونضيف فيها الزبدة بالشكل ده كده يا حلوين. وهنضيف بقى معلقتين كبار من الزيت او 3 معالق كده من الزيت. طبعا بقى على حسب الكمية اللي انتوا بتستخدموها، يعني ممكن تعملوا 3 بيضات بس، 4 بيضات بس، بيضتين بس، على حسب يعني الكمية اللي انتوا بتستخدموها. هنبدأ بقى كده نشوح البصل بالشكل ده كده يا حلوين. هنضيف البصل. احنا مش عاوزين البصل بتاعنا ياخد اي لون، احنا هنفضل بس نشوحه كده لحد ما ياخد تشميعة كده مع الزبدة والزيت. يعني اول ما نحس ان البصل بتاعنا دبل، هنبدأ بقى نضيف الطماطم. للأسف وانا بضيف الطماطم كانت الكاميرا فصلت هنا. اول ما البصل بدأ يدبل كده ما ياخدش لون خالص، نقوم نازلين على طول بالطماطم المبشورة ونديلها تقليبة كده بالشكل ده. الوصفة دي بجد خلت البيض طعمه في حتة تانية خالص، طعمها جميل جدا. واثقة متأكدة ان انتوا لما تجربوا الوصفة دي ان شاء الله هتعجبكم. بعد بقى ما شوحنا الطماطم والبصل كده تشويحة حلوة، هننزل عليهم بفص من الثوم. ونقلب بقى كده. ما تنسوش بقى زي ما احنا متعودين في الكومنتات كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بعد بقى ما قلبنا الثوم، هنحط بقى كده نضيف الفلفل. طبعا ممكن نستخدم فلفل اخضر بس عادي على حسب المتوفر عندكم. معانا بقى معلقة بابريكا ومعلقة فلفل اسود ومعلقة من الملح، هنضيفهم كده على المكونات بتاعتنا دي ونقلب. هنغطيها بقى كده ونسيبها على نار هادية لحد ما تتسبك وما يكونش فيها اي سوائل خالص. هنا بقى كده يا حلوين كانت خلاص اتسبكت كده بالشكل ده كده. شايفين بقى شكلها وريحتها وطعمها خطير بجد، ان شاء الله هتعجبكم.
هنجيب بقى البيض، معانا بيض، وهنجيب بقى الجبنة الموتزاريلا بالشكل ده كده، وهنجيب كمان يعني بابريكا وفلفل اسود علشان هنرشهم على الوش في الاخر. هنبدأ بقى كده يا حلوين نرص البيض بطريقة حلوة كده عشان تديلنا شكل وردة في الاخر. بعد بقى ما رصينا البيض بتاعنا بالشكل ده كده، هنبدأ بقى نحط كده الجبنة الموتزاريلا، طبعا كل ده على نار هادية جدا. اللي وصل بقى معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تضغطولي اللايك يا حلوين، وعاوزاكم بقى ان شاء الله كده تجربوا الوصفة دي وتيجوا تقولولي في الكومنتات رأيكم فيها ايه. متأكدة ان شاء الله ان انتوا لما تجربوها هتعجبكم. بعد بقى ما حطينا البيض وحطينا الجبنة بالشكل ده كده، هنرش بقى رشة بابريكا من على الوش كده، بتعطيلها لون حلو وكمان طعم حلو، يعني ممكن تستغنوا عن الخطوة دي. ورشة كمان من الفلفل الاسود. هنغطي بقى عليها وهي بقى على نار هادية جدا، وهتبقى 5 دقايق بالظبط وتكون جاهزة معانا. بعد 5 دقايق شوفوا بقى الجمال والحلاوة، بجد بسم الله ما شاء الله كده، حاجة تفتح النفس، شكلها جميل جدا. اتمنى بقى تجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات يا حلوين. بشكركم بقى جدا من كل قلبي على تعليقاتكم الإيجابية اللي بتفرحني جدا، بجد شكرا ليكم من كل قلبي يا حلوين. وبكده بقى نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. ما تنسوش بقى تضغطوا لنا لايكات كتير على الفيديو ده، وتقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات، وكمان اللي يجرب الوصفة يجي يقول رايه برضو في الكومنتات. ولو انتوا جداد في قناتي واول مرة بتشوفوني، ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انزله. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب.